الطاقة الغرزية. عرفنا مما سبق أن الغريزة الجنسية في رأى فرويد هي العامل الأول في نفسية الإنسان فمنيا، وقد كان بوسع فرويد أن يكسب كثيرا من الأتباع لو أنه ساق نظرياته فأسلوب لا يساء به إلى تقاليد الجمهور ومشاعره تلاف، ولكنه آثر الصراحة ولم يفعل ذلك. فهو مثلا يقول إن الطفل الذكر ويحب أمه ويغار من أبيه تلاف، فكان القارئ يفهم هذا التعبير على ظاهره ويصم فرويد بالثورة على النظم الاجتماعية. ولو أن فرويد قال إن الطفل يريد من أمه كل عنايتها ويكره كل من يشاركه، فهذه العناية لظفر بتأييد كل من له دراية بشؤون الأطفال. ذكر فرويد مرة أنه عثر بطفل صغير يريد أن يقتل أباه كتخلص له أمه بحبها تمات، فثار كثير من القراء ثرى ونسوا أن كل طفل فثورة الغضب قد يصيح في وجه أمه أو مريته ويهددها بالقتل، وهو لا يفهم من القتل ما تعنى تلفيا، وإنما يقصد به التخلص من أمه. هذه الآراء وأمثالها أثارت الجماهير على فرويد ثميتي، وظن الناس أنه يقصد بحب الأم نوعا دنيئا من العلاقة الجنسية لمي وبقت للأب إزهاق حياته، فانصرفوا عنه وأعرضوا عن نظرياته. أجل إن الحوادث التي يذكرها فرويد ملأى بالرذيلة والشر والخروج على المألوف، وقد يرجع السبب في ذلك إلى أنه كطبيب الأمراض العقلية قد شاهد كثيرا من السفلة والمنحطين، وبنى نظرياته عن نفسية الإنسان على دراسته لأمثال هؤلاء، وحاول أن يتتبع الشواذ في ماضيهم عله يصل إلى منشأ الشذوذ ثماذة. البحث كما ذكرنا من قبل إلى أن السبب في غالب الأحيان جنسي محض ثماد، وأن الغريزة الجنسية تظهر عند الأطفال بحالة بدائية. ثم جاء آدلر وخالف فرويد في رأيه وقال إن الدافع الأول للإنسان هو حب السيطرة فميه، وتبع ما يونج وحاول أن يوفق بين النظريتين السالفتين، وأن يجمع الغرائز كلها جنسية وغير جنسية في طاقة واحدة أسماها الطاقة الحيوية أو ليبيدو، وقد استعار هذا التعبير من فرويد نفسه، إذ كان فرويد يقصد بالطاقة الحيوية الحرمان الجنس أو الجانب العقل للغريزة الجنسية لبعة، ولكن يونج توسع في معنى التعبير وأطلقه على الطاقة الحيوية بأسرها أو الدافع الحيوي أو التيار الذي تنساب فيه الأفكار والرغبات والميول جميعاً. وأخذ أتباع فرويد وآدلر ويونغ يبذلون مجهوداً كبيراً في المناقشة والجدل، كل منهم يتعصب لأستاذه، ولكن الأيام أظهرت لنا فيما بعد أن ثلاثتهم كانوا على صواب، وأن كل منهم كان ينظر إلى الحقيقة من ناحية خاصة. ونحن نميل إلى الأخذ برأي يونج، وإن يكن من المعارضين أمثال مكدوجل من لا ينظر إلى الغرائز كلها على أنها طاقة واحدة، وإنما يفصل كل واحدة عن الأخرى تملي. ورأى يونج أقرب ما يكون إلى النظرية القديمة في النفس تلفين، وهي أن الحيوية جميعها لدى الحيوان والنبات بل ولد المعادن تنبع من أصل واحد، فنحن نرى النبات يشق طريقه وسط الصخور ويلتوى على صور متنوعه كي يحتفظ بالبقاء لافينيا، وكذلك الحيوان والإنسان يأتون بالمعجزات ويعيشون في ظروف قاسية ويألمون جسمها وروحا في سبيل البقاء. وأيا كانت طبيعة هذه القوة العجيبة التي تكسب الدنيا الحياة، فإننا نستطيع على الأقل أن نفرض أن لديها إرادة المثابرة على صورة ما. هذه الصور حينما تظهر فالفرد نسميها والطاقة الحيوية، وهذا التعريف للطاقة الحيوية يشبه ما يسميه المسيحيون بالروح القدس. ولكي نوضح للقارئ هذه القوة نشبهها له بتيار نسميه تيار الحياة. هذا التيار يتدفق إلى خارج خلال النفس، أي أن الطاقة الحيوية تسعى غرزيا إلى التعبير عن نفسها في العالم الذي يحيط بها. والتعبير عن النفس ناموس أولى، وهو الناموس الذي يخرج الفرد بمقتضاه من البيضة والطفل من رحم أمه. وهكذا الحال في تيار الحياة الذي يزداد قوة وحجمها كلما تدفق من منبعه الخفي، فإن تدفق دون اعتراض خطير جرى في قناتين تمثل إحداهما الرغبة في السيطرة والنفوذ على العالم الخارجي، وتمثل ثانيتهما الرغبة في الاحتفاظ بالجنس والتناسل، والأولى إرادة القوة عند أدار، والأخرى هي الغريزة الجنسية عند فرويد.
ولكن يظهر أن هاتين القناتين ليستا منفصلتين تمام الانفصال وليستا متشعبتين، ونستطيع أن نصور التيار وكأن جزيرة ما تقسمه نفسها مؤقتا إلى قسمين، ثم تتحدى المياه جميعا بعد ذلك. وقد تبدو رغبة السيطرة لفترة ما وكأن لا علاقة لها بالغريزة الجنسية، فالفنان الذي يرسم الصورة، والموسيقى الذي يضرب على القيثار، والتاجر الذي يدير متجرا كبيرا يجدون جميعا منفذا لحب القوة، وليس في عملهم علاقة واضحة بالغريزة الجنسية. ولكن إن دققنا في البحث رأينا أن في إخراج الصورة أو القطعة الموسيقية أو إدارة المتجر إشباعا قويا لحب الخلق والإنشاء الكامن عن كل إنسان، فإن أعمال الإنسان هي أطفاله التي تحيا من بعده، ولذا فإن نجد حب السيطرة مختلطا اختلاطا عويصا بالدافع الغرزة للتناسل. وكلما درسنا عمل هاتين الغريزتين الأوليتين ازددنا اقتناعا أن ليس هناك حد فاصل بينهما. والشكل الآتي يوضح ما نقول بعض التوضيح. الغريزة الجنسية، السيار الثنائي للطاقة الحيوية. هذا الشكل يبين لنا مجرى الطاقة الحيوية حين تتدفق حياة المرء في ير دون اعتراض، ولكن هذا التيار الطبيعي كثيرا ما يتوقف عن التدفق أو تقف في سبيله العراقيل، وهذه العراقيل هي بمثابة، ويحدث ذلك حينما تكون الظروف الخارجية كريمة إلى حد يرد التيار الجارة إلى النفس ثانية. فرغبات الطفل مثلا حينما تتصرف نحو ما يحيط به كأمه وأبيه وإخوته ورفاقه، بل والدينا بأسرها، قد تصطدم بالحواجز الشديدة، فلا يشبع الطفل رغباته في العالم الخارجي، فيعود إلى نفسه، يعود إلى عالم من الأوهام. 1. أوستد واحد. الوهم فانتسي اصطلاحا كثير الورود في علم النفس التحليلي، ومعناه الفنة حلم اليقظة الذي تجد فيه الرغبات التي لم تحقق في عالم الواقع إشباعا في عالم الخيال. وعالم الوهم نقيض عالم الحقيقة، والعقل المتزن السليم يدرك أن الوهم وهم، ويحاول إما أن يحوله إلى حقيقة أو يستعمله كله لا ضرر منه، ولكن أكثر الناس يفشلون في تمييز الوهم عن الحقيقة وفعلاجه. وإن من بين أولئك الذين اختل توازن عقولهم من لا يفرق بين الحلم وحقائق اليقظة. والطفل الذي يتخيل نفسه بطلاً من أبطال التاريخ أو فارساً من الفرسان إنما يعوض فأحلام اليقظة ما يفقده بسبب قيود الطفولة وعوائقها. وكم منا في هذا العصر، عصر التزاحم والضجيج والتبعات الجسام، من يلتمس التعويض عما يقصر عن نيله في غياهب الخيال. وأمثال هذه الأوهام عند الشخص العادي لهو لا يضر، ولكنها قد توحى في أذهان التوابع بأعمال فنية خيالية عظمى. أما نحن وأطفالنا فلا تنظر إليها نظرة الواثق فيها. والوهم إذا تحدد الغرض منه وقصد به إلى إدراك هدف بعينه، هو أقيم ما يمتلك الطفل أو الشاب، ويحدثنا التاريخ عن كثير من أبطاله الذين كانوا يحلمون بالزعامة ثم نالوها، وحياة وكليف كلايف وكولومبس مثال لذلك. ولكن المطامح الغامضة كأن تقول مثلا: لابد أن أعمل عملا عظيما في يوم من الأيام، تولد عادة القناع بالأحلام الجامحة، وهي أكبر العقبات في سبيل التحقيق. ودراسة الخرافات الشعبية من هذه الناحية، ناحية الوهم، فرع جديد من البحث له لذه فائقة، ويبين اتجاهات الأمم وأطماعها. فإن في الأقاصيص الشعبية للأمم ما يشبه أحلام الأطفال في التفوق على الكبار، لأن الأمة الفتية كالفرد الفتى تحس بالنقص وتلتمس التعويض عنه في الخيال. وفي الأمثلة السائرة بين الشعب المصري مثلا أن مصر أم الدنيا، وأن ليس هناك أعذب من ماء النيل، وهذه وأمثالها ضروب من الوهم نعوض بها أسباب تخلفنا عن الأمم الغربية التي سبقتنا في مضمار المدنية. ولكن إن ثابرنا على تحقيق هذه الأحلام جنينا منها خير الثمار. أو قل بتعبير آخر أن طاقته الحيوية تصبح وفردية واحد، أو تنقلب إلى الداخل. وإذا ما أدرك أن مواضع حبه وشهوته في العالم الخارجي لا تفي بحاجة نفسه، فإن حبا كثيبا لذاته واهتماما بشأن نفسه يحل محلها، وتنمو شخصيته نموا غير عادة على حب النفس والاهتمام بها.
وأن كان السد الذي يعترض التيار كامل البناء، حتى أن الطاقة كلها تنقلب إلى دخيلة النفس وتنصرف إلى الأوهام. أصيب الفرد بالجنون وعاش في حلم بعيد عن العالم لا يمكن الوصول إليه، وقد يتوهم أنه من أصحاب الملايين أو ملك أو زعيم، وينقلب هذا الوهم في ذهنه حقيقة. ولكن تيار الطاقة الحيوية في معظم الأحيان لا يتوقف كله عن التدفق، وإنما يقف السد دون بعضه وحسب، فتتدفق كمية كافية، ويتمكن الفرد من العيش عيشة مرضية ولو إلى حد. نعم، إنه قد يكتئب قليلاً، أو لا يبالى، أو يشرد ذهنه، أو يمتلى جسمه بالأمراض، أو يصبح عصبياً، أو تنتابه المخاوف، ولكنه مع ذلك يستطيع أن يحيا بين الناس. وهذا النزاع الأولى بين إرادة الحياة والخوف من مشقاتها ومتاعبها قائم بنفوسنا جميعاً لدرجة ما، وجانب هام من عمل الطبيب النفسي ينحصر في تحطيم العوائق وإطلاق طاقة المريض. ويرى الطبيب إلى إخراج هذه المخاوف، وهي في الغالب كلها وهمية لا أساس لها، إلى حيز الشعور، لأن حدتها تتكلم حين يواجهها المرء بوعيه وشعوره. ولو فرضنا أن السد واحد في الشكل الثاني قد أزيل، فإن قدراً كافياً من الطاقة الحيوية ينطلق ويتدفق تياره في شعبتين تتحدان فيما بعد كما يظهر في الشكل الأول. ولكن هناك في عصرنا الحاضر، عصر المدنية، حالات كثيرة لا يمكن فيها لإحدى هاتين الغريزتين أن تنفس عن نفسها، فإن قليلاً من الناس من يسعده الحظ فيجد منفذاً كافياً لبسط نفوذه وسلطانه ومخرجاً كافياً لغريزته الجنسية. والكثرة الغالبة من الناس تحيا حياتها كما في الشكلين الثالث والرابع، أي أن القناة الجنسية تفسد فتتدفق الطاقة الحيوية في قناة السيطرة، أو قد يحدث العكس. وبعبارة أخرى، كثيراً ما يشاهد الطبيب النفسي حالات تسود فيها إرادة القوة حتى تصيح عاملاً هداماً، كما يصادف حالات أخرى تمت فيها الغريزة الجنسية نمواً كبيراً حتى باتت خطراً عظيماً على الفرد وعلى المجتمع. وهذا يؤدي بنا إلى نتيجة حتمية، وهي أن التحرر من الخوف، وأن تصريف الغريزة الجنسية وغريزة السيطرة تصريفاً متزناً ضرورة لا مناص منها إن كان لابد للإنسان أن يتطور تطوراً صحيحاً طبيعياً. ويتوقف التصريف الطبيعة لهاتين الغريزتين على ظروف المجتمع وضروب المدنية. وإلى أرى أن الحياة الجنسية في مصر مضطربة غاية الاضطراب، وأعز الكثير من الفشل في الحياة العملية إلى ذلك. ولعلنا إن استطعنا أن تتوسع في تعليم البنت، وبخاصة في المرحلة الجامعية، وجدنا من اختلاط الجنسين في معاهد التعليم العليا ما يزيل شيئاً من الغموض الذي يقوم بأذهان الأطفال عن الجنس الآخر. ولقد بدأت الفتاة المصرية تخرج إلى المجتمع، فإن سرنا في هذه الطريق مع المحافظة على قواعد الأخلاق العامة استطعنا أن نزيل كثيراً مما يشغل أذهان الشباب. كما أن هناك ظاهرة خطرة أحب أن أشير إليها في هذا الفصل، وهي أن شبابنا المتعلم إما يؤجل من الزواج أو لا يتزوج البتة، فيزيد بذلك من قوة الرغبة المكبوتة، مما يؤدى إلى سرعة الغضب والقلق في كل عمل يقوم به. ولذا فالزواج المبكر من دواعي الطمأنينة واستقرار النفس. وليس الإنسان المتمدن خيراً حالاً من أخيه الهمجي، فللإنسان الأول من أسباب التصريف والكبت ما لنا نحن أبناء المدنية، وإن يكن بصورة أخرى. فنحن مثلاً من حيث غريزة السيطرة نظفر بالنفوذ عن طريق جمع الثروة وفصل الطبقات والقوة البدنية وتثقيف العقل. وليس هناك فارق جوهري بيننا في ذلك وبين الرجل الهمجي، إذ يجمع الأبقار وممارس الصيد بدلاً من الألعاب الرياضية المنظمة وليس هناك فارق جوهري بيننا في ذلك وبين الرجل الهمجي، إذ يجمع الأبقار ويمارس الصيد بدلاً من الألعاب الرياضية المنظمة، ويدل عليه بخبرته في السحر والكهانة. وأما فيما يتعلق بالتنفيس عن الغريزة الجنسية، فالإنسان البدائي خير من الرجل المتمدين، إذ أن الحرية والاستهتار الجنس أشد لديه مما نشاهده في أي جماعة متحضرة، وترتب على ذلك انعدام الأمراض العصبية والهستيريا عنده.
وقد أثبت ذلك مالينوسكي بالبحوث التي قام بها بين أهل ميلينزيا، إذ شاهد أن الأمراض العصبية تكثر حيث القيود الجنسية وتنعدم حيث الحرية الجنسية. وقد يبدو عجيباً للقارئ أن شيئاً من الحرية الجنسية ينتج مجتمعاً صحيحاً، وأن القيود الجنسية تخرج مجتمعاً كتيباً، ولكن لو ألقينا نظرة على المجتمع المصري والمجتمع الإنجليزي مثلاً، ألفينا فارقاً كبيراً بين الاثنين، فالأول قليل الإنتاج ورغم ما يبدو عليه من الرزانة والجد، والثاني وفير الإنتاج رغم الهوة ومرحة. ولعل هذا هو السبب في أن الشرق يكاد يتفرد بالبحوث الروحانية العميقة، بينما يشتغل علماء الغرب بالعلوم المادية العملية. ولكن إذ نوصى بشاء من الحرية الجنسية لا ترى إلى الإباحية، وإنما نرى إلى تنظيم العلاقات بين الجنسين تنظيماً لا يخرج عن حدود والإخلاق الدين والدين الإسلام. كما نعلم ييسر هذه العلاقات تيسيراً قد لا يتوفر في أي شريعة أخرى، ونحن مع هذا تنصح بشيء من ضبط النفس لأسباب سنبينها فيما بعد. ولا شك أن الإنسان الذي يعيش وسط المدنية الحديثة أشد تعقيداً في نفسيته من زميله الهمجي، ولكن الدوافع الأساسية واحدة لا تتغير عند هذا أو ذاك، فإن إرادة الحياة، أو كما يقال عنها أحياناً غريزة حفظ الذات، قوية فينا قوتها لدى الإنسان الهمجي، وهي غريزة لا يستطيع الإنسان المتمدن مهما يكن أن يغض الطرف عنها. أجل إنك قد تسأل الوالد أو الأم عن شدة هذه الغريزة عنده فينكر أنه أحفظ لنفسه منه لأبنائه، ولكن تجارب العلماء دلت على أنه إذا أحدق الخطر اندفع الأب تلقائياً إلى نجاة نفسه أولاً ثم أبناؤه ثانياً. وثبت بالبحث الدقيق أن التضحية بالنفس تأتي في المرتبة الثانية بعد غريزة حفظ الذات، وإنها وليدة التفكير وليست عملاً يقوم به الإنسان تلقائياً دون جهد.